بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أسعد حال. وصفتنا النهاردة الحاجة الحلوة القمر دي ممكن تتعمل حلو وممكن تتعمل حادق. ممكن تتعمل حلو زي المربى، وحادق ممكن تتعمل مخلل أو القشر يتقطع شرايح ويتحط مع الجبنة القديمة. بتطلع تحفة جدا للناس اللي بتحب الحادق. اللارنج من الموالح الشتوية اللي بتطلع في موسم البرتقال واليوسفي، وليها تقريبا نفس شكل البرتقال، بس القشرة بتبقى غامقة شوية ومكرمشة حبة، والثمرة بتاعتها بتبقى طرية شوية، بتبقى زي الإسفنج. النهاردة هنعمل مع بعض مربى اللارنج بطريقة سهلة وبسيطة في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. لو كنتم أول مرة تزوروني، سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتعليقكم الحلو الرقيق الجميل اللي بيحفزنا إن احنا نعمل لكم كل حاجة جميلة. مربى اللارنج من أحسن المربات اللي ممكن تعمليها في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وهتطلع مظبوطة جدا معاكي. لو مشيتي على نفس الخطوات بنفس الترتيب هتطلع فعلا أحلى مربى ممكن تعمليها. هنعملها مع بعض إن شاء الله، وبنفس الخطوات تتعلميها، وإن شاء الله تجربيها وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. هنسمي الله وهنبدأ وصفتنا. أنا جبت هنا معايا حوالي 6 كيلو من ثمرة اللارنج. طبعا ما تتخضيش من كلمة 6 كيلو دي. ال6 كيلو دولت هيصفوا معاكي في الآخر على تقريبا كده 2 كيلو أو 2 كيلو وربع من قشور اللارنج. أنا جبت هنا المبشرة معايا. طبعا أنا هعمل بالجنب الناعم ده عشان ما تاخدش كمية كبيرة معايا من القشرة، يا دوبك اللي يطلع معايا بس اللون البرتقاني الغامق زي ما احنا شايفين كده، ويبقى معايا اللون الابيض بس اللي جوه، لان المرارة كلها موجودة في اللون البرتقاني الغامق ده. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل بالجنب الناعم ده، ولا الجنب اللي بتعملي منه البصل ولا الجنب اللي بتعملي بيه البطاطس، اللي هنبشر بيه المكان اللي فيه الناعم فقط، او اللي فيه البشر الناعم فقط. هو ده بس اللي هنحتاجه. اما البشر اللي نازل بقى من اللارنج ده مش هنحتاجه نهائي، وهنرميه او هنتخلص منه. هنيجي بقى للزوايا الداخلية اللي في ثمرة اللارنج دي في الاخر خالص هنعملها بالسكينة، وهتتخلصي منها عشان المربى بتاعتك ما يبقاش فيها ولا سنة مرارة. هنخلص بقى كل الكمية اللي معايا لحد ما تطلع عندك كده كلها بنفس المنظر ده كده. مش هيتبقى معايا غير بس القشرة البيضة اللي بره، هي دي بس اللي هنحتاجها. هنيجي بقى للجزء اللي جاي. هنيجي بقى للثمرة بتاعتي زي ما قلنا، هنتخلص من الزاوية الداخلية ديت اللي فيها اللون الغامق عشان ما تمررش معايا المربى. انا هرميها خالص، وهبدأ بقى اقشر الثمرة بتاعتي، وهاخد القشر اللي معايا. نيجي بقى للقلب ده، الثمرة الداخلية مش هنتخلص منها خالص، لا ده انا هنشيلها على جنب. هاخد منها بس عصير كوباية واحدة بس، وهتخلص من الباقي نهائي. اما القشور بتاعتي ديت زي ما احنا شايفين، انا هخرطها رفيع جدا بالشكل ده. شايفين كلها نفس المقاس تقريبا، مش عايزة كبير وصغير عشان كله ياخد نفس السوا. ما شاء الله طلعت عندي الكمية دي كلها. ده مقدار ال6 كيلو لارنج. طلع عندي 2 كيلو وربع قشر. القشر بس عندي هو ده اللي انا هحتاجه. اوزنه كويس قوي عشان هحط مقدار السكر ما يوازي كل كيلو قشر لارنج يوازيه كيلو سكر بالظبط، عشان المربى بتاعتك تطلع مظبوطة. نيجي بقى للخطوة بتاعتنا دي أهم خطوة معايا، اللي هتطلع لك طعم المربى بتاعتك حلو ومظبوط ومفهوش أي مرارة. طبعا الخطوة دي بنقعد فيها حوالي 3 أيام. يفضل المربى جنب منك في المطبخ، كل ساعتين تغيري لها المية، تغمريها كده بالمية وتجيبي مصفى تحطي فيها قشر اللارنج وتحطيها جوه الطبق بتاعك. وكل ساعتين هترفعي المصفى بتاعتك وتنزلي المية اللي نزلت من المصفى في الحوض، وتغيري ميتها تاني زي ما هنشوف في الخطوة اللي جاية. الكلام ده تعمليه لمدة 3 أيام، كل ساعتين وهي جنبك في المطبخ تغيري المية وتحطي غيرها، هتغيري المية وتحطي غيرها كل ساعتين 3 على حسب ما تقدري. وطول الليل برضو تفضل، وتقومي الصبح تغيري المية بتاعتها لغاية ما تدوقيها كده وما تلاقيش فيها ولا سنة مرارة. معلش يا بنات، هي الخطوات طويلة شوية بس فعلا بتطلع لك نتيجة رائعة. ما تلاقيش ابدا مربى اللارنج بره في المحلات. ليه؟ لان خطواتها طويلة وبتاخد وقت، مش زي مثلا مربى الفراولة او التين او المشمش.
لأ، دي بتاخد كذا يوم عشان تتأكدي كويس أوي إن خلاص ما فيهاش أي مرارة. وهناخد بقى كمية قشر اللارنج اللي معايا وهنصفيه كويس أوي. هنقلب بقى الطبق اللي معايا جوه في الحوض، وهنرفع المصفى وهنحط المصفى تتصفى عليه زي ما هنشوف دلوقتي. دي أسهل طريقة لحد ما نتخلص من المية كلها اللي جواه. خلاص كده أنا اتأكدت إن مفيش أي مرارة، وهصفي بقى المية كلها عشان نبدأ معايا آخر خطوة من خطوات عمل مربى اللارنج. شايفين شرايح اللارنج اللي معايا زادت بقى شوية كده، تحس إنها اتشربت المية اللي كانت بتتغير لها كل شوية، بقت نفشت حبة كده، تحس إنها اتملت كلها مية. كل شريحة كده زادت شوية عندي. أنا بقى بالخطوة ديت بتخلص من كل كمية المية الموجودة داخل شرايح اللارنج، وهسيبها بقى لحد ما تتصفى شوية كمان. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. أنا هحط قشور اللارنج بتاعتي في الحلة اللي أنا هسوي فيها بقى المربى، هعبيها كلها وهبدأ أحط كمية السكر اللي معايا. زي ما قلنا إن المقدار كل كيلو قشر لارنج بياخد كيلو سكر. كيلو سكر موزون، انتي وزناه، يعني عارفة إن ده كيلو سكر عشان المربى بتاعتك تطلع مظبوطة جدا. نخلي بالنا يا بنات من موضوع الوزن، لأن مهم جدا المعيار. كيلو فاكهة أو كيلو قشر لارنج قصاده بالظبط كيلو سكر عشان تظبط لك الطعم والقوام. وهنبدأ بقى نقلب السكر مع قشر اللارنج لغاية ما نتأكد إن كل شريحة منهم اتغلفت كويس جدا بالسكر. ونجيب شرايح اللارنج من تحت لحد ما نتأكد إن السكر كله اتقلب كويس، وما نخليش أبدا السكر على الوش. لازم نتأكد كويس قوي إن كل شرايح اللارنج اتقلبت معايا في الحلة مع السكر زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. ونسيبها بقى حوالي 3-4 ساعات لحد ما تخرج المية بتاعتها كلها زي ما احنا شايفين كده. انا ما بحطش مية نهائي، المية كلها اللي نازلة من قشور اللارنج فقط زي ما احنا شايفين كده. وهولع بقى عليها النار في الأول على نار عالية، وافضل اقلب كل شوية. وهجيب بقى معايا كوباية العصير اللي احنا كنا قايلين عليها في اول الفيديو، اللي احنا مطلعينها ومصفيينها من قلب اللارنج. وهقلب بقى تقليبة كويسة، وهسيبها بقى على النار. وكل 10 دقايق هقلب تقليبة. نيجي بقى للخطوة اللي جاية دي، ودي خطوة مهمة جدا. انا شلت مجموعة من البذور اللي في قلب اللارنج وحطيتها في حتة شاشة كده صغيرة او حتة قماشة نضيفة، وهتحطيها جوه مربة اللارنج وهي بتغلي. اولا البذور دي فيها نسبة من البكتين كمادة حافظة، والمربى تعيش معاكي لمدة طويلة او لفترات طويلة وانتي ضامنة انها مش هتبوظ منك. نيجي بقى لأهم خطوة معانا، والمربى بتاعتها على النار. عايزين عصير ليمونة كاملة هناخدها معانا في المربى، ودي الخطوة ديت مهمة جدا عشان تربط معانا السوائل اللي في المربى. ونقلب بقى كويس جدا، ونجيب كده 4-5 أعواد من القرنفل المسمار اللي بحاله مش مطحون، ونحطه مع المربى بيدي طعم مميز جدا. واللي مش حابب طعم القرنفل أو ريحته ممكن نستبدله بربع معلقة من الفانيليا. ما ننساش يا بنات لو لقينا ريم ظهر على وش الحلة كده على وش المربى لازم نشيله عشان ما يفسدش طعم المربى. ناخد بالنا بقى يا بنات في المرحلة الجاية ان بدأت بقى المربى كده تتقل معانا، لازم كل شوية نقلبها. هتنسيش المربى على النار او تسرحي عنها لانها ممكن تتلسع منك او تلزق في الحلة. انتوا كده بدأت تلف معانا، شايفين كده اللون ما شاء الله، خلاص كده قربت على السوا وبدأ السكر يلف معانا. فلازم نوطي النار بقى عليها عشان ما تتحرقش مننا. شايفين اللون كده تمام. فاضل حاجة بسيطة جدا نختبرها ونتأكد انها فعلا السكر اتظبط، وبعد كده هنطفي بقى النار عليها ونسيبها تبرد. هنختبرها ازاي بقى يا بنات؟ هناخد معلقة في طبق معايا جنب مني ونسيبه لما يبرد خالص، وهشوف العسل اللي فيه تقل ولا لأ، وهعمل خط كده بالمعلقة واشوف اذا كان العسل هيرجع تاني على بعضه ولا لأ. لو العسل فضل في الطبق ما رجعش تاني واتلخبط على بعضه يبقى كده عندي المربى تمام. انما لو العسل كان خفيف هيرجع بسرعة على بعضه، وكده يبقى المربى بتاعتي محتاجة غلوتين كمان او ربع ساعة كمان على النار. كده انا اديت المربى بتاعتي غلوة واحدة بس على النار لان كان فاضل لها سنة كمان، وطفيت عليها وسبتها بقى لما تبرد خالص. وهبدأ بقى اعبيها في البرطمانات بتاعتي. ولازم البرطمانات يا بنات تبقى مغسولة ومتنشفة كويس ومتعقمة
أعقمها إزاي؟ أوجه البرطمان عندي على البوتاجاز على درجة حرارة عالية لمدة دقيقتين، وهاخده بقى وهعبي فيه المربى عادي جدا، وهقفل الغطا كويس بحيث ان ما يدخلهوش اي منفذ هوا. بكده يا بنات الوصفة بتاعتنا خلصت. هي وصفة طويلة شوية بس هتطلع لك نتيجة هايلة جدا وطعم في منتهى الجمال والروعة. فعلا هتحسي بطعم وقيمة مربى اللارنج لما تطلعي النتيجة النهائية. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وأتمنى تنفذوها وتطبقوها، خاصة إن احنا اليومين دول في موسم اللارنج وهو رخيص جدا وسعره في متناول الجميع. أتمنى أكون شرحتها لكم بشكل بسيط وسهل وممكن تنفذوها وتطبقوها بنفس الطريقة دي. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل والتعليق الجميل الرقيق المحفز اللي أنا بستناه منكم في كل فيديو. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.